مرحبا بكم أصدقائي في قناة حقائق وأسرار. في هذا الفيديو سنأخذكم لاكتشاف واحد من أضخم المشاريع الرياضية في المغرب. إنه ملعب الرباط الجديد أو ملعب الأمير مولاي عبد الله بعد إعادة بنائه. تحفة معمارية ورياضية بمواصفات عالمية. هذا الصرح العملاق الذي تصل سعته إلى 68 ألف متفرج صمم ليكون واحداً من أجمل وأحدث الملاعب في إفريقيا والعالم. تصميمه يجمع بين الجمالية العصرية والوظائف الذكية، حيث يضم مرافق متطورة لكبار الشخصيات، مساحات مخصصة للعائلات، وأجواء مريحة للجماهير مع رؤية مثالية من كل مقعد. وهنا لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر إلى قناة رباط المعرفة التي ساهمت بتصوير هذه المشاهد المميزة، والتي تقربنا أكثر من تفاصيل هذا المشروع الضخم. ولا يقتصر الأمر فقط على الشكل، فالملعب هو الأول من نوعه في إفريقيا الذي يعتمد على إضاءة LED ذكية لدعم نمو العشب الطبيعي، إضافة إلى أنظمة مراقبة حديثة تشمل مئات الكاميرات بتقنية التعرف على الوجه وواي فاي متاح لكل متفرج. إنه ليس مجرد ملعب، بل مدينة مصغرة للرياضة والإبداع. ومعايير الاستدامة كانت حاضرة بقوة، فقد حصل على شهادة ليد الذهبية في التصميم، ما يجعله صديقاً للبيئة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه مع الاعتماد على أحدث تقنيات البناء المستدام. ولكي يليق بهذا الصرح، تم تطوير البنية التحتية المحيطة به: طرق جديدة، جسر معلق يربط حي الرياض بالملعب، مواقف ضخمة للسيارات، وربطه مستقبلاً بخطوط الترامواي لتسهيل وصول الجماهير. وأما الأهم، فسيكون هذا الملعب واجهة المغرب في تنظيم كأس إفريقيا 2025، حيث سيحتضن مباريات الافتتاح ونصف النهائي والنهائي، كما يعتبر جزءاً أساسياً من استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب ملاعب طنجة، الدار البيضاء، مراكش وغيرها. ملعب الرباط الجديد ليس مجرد حجر وحديد، بل رمز لطموح المغرب الرياضي وسعيه لكتابة التاريخ في المحافل العالمية. والآن جاء دوركم أنتم. ما رأيكم في هذا الملعب الجديد؟ هل ترونه من بين أجمل الملاعب في إفريقيا؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في قناة حقائق وأسرار، حتى نصلكم دائما بالجديد حول أكبر المشاريع الرياضية في المغرب والعالم.